السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة نانا فاطمة المخصصة للتورت والجاتوهات. رجعت لكم فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل جناش الشوكولاتة، هنعمل جناش اقتصادي كده نستخدمه في تزيين التورت والجاتوهات بطريقة سهلة جدا جدا. خليكم مع الفيديو بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. أول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا وهنزل بنص كوباية أو كوباية إلا ربع من المية، تمام. وهنزل كمان بمعلقتين 2 كبار من الكريم جانتيه الخام. بعد كده هندوب الكريم الجانتيه في الميه لحد ما يدوب معانا خالص. قلبي فيه لحد ما تلاقيش اثر للبودره بتاعه الكريم جانتيه خالص في الميه، تمام. بعد ما نتاكد ان هو داب معانا خالص هنرفعه بقى على نار هاديه خالص، نار زي الشمعة، ما تحاوليش تعلي النار خالص عشان ما يلدعش في الحله ويمرر معاكي. على نار هاديه خالص وبنقلب باستمرار لحد ما يبدا في الغليان. اهو شايفين، ما تشيليش ايديكي خالص من الحله. ده خلاص داب معانا خالص كريم جانتيه وما عادش ليه اثر خالص وبدأ يغلي معانا. برضو بستمر في التقليب كده، تمام. بعد كده هنزل بالشوكولاته بتاعتنا. الشوكولاته ديت نوعيه فيينا. هنزل ب 200 جرام او اي نوع برضو شوكولاته تفضليها. انا نازله كده ب 200 جرام، المكعب 100 جرام على طول. انا بستخدم طبعا اللي هي ال 2 كيلو ونص، القالب كله 2 كيلو ونص، فبقطع منه المكعبات اللي انا عاوزاها. انت بقى لو عندك شوكولاته يعني شوكولاته تانية خام يعني حطي 200 جرام. بقلب بقى الشوكولاته كده لحد ما تسيح معانا خالص. برضو بقلبها باستمرار وبرضو على نار هاديه خالص عشان ما تلدعش في الحله وتعمل مراره معاكي، فبتقلبي عشان ما تلزقش فيها. حتى لو جت مثلا شوكولاته على طرف الحله كده برضو بتحاولي تنزليها. اهو بقلب باستمرار كده وبرضو على نار هاديه خالص لحد ما الشوكولاته بتاعتنا تسيح خالص. عايزه اقول لكم برضو انواع الشوكولاته اللي انتم ممكن تجيبوها بتبقى حلوه معاكم. يعني ممكن في فيينا، ده فيينا ده اللي انا مستخدماها. في سما حلوه قوي برضو، في جولدن باك، وفي دكتور بيكر، وفي كمان دريم. ده برضو افضل لانواع الشوكولاتات اللي ممكن يعني تعملوها، تمام. كده خلاص لحد ما ساحت معانا خالص وسبتها بقى لحد ما بردت. حطيتها بقى في قرطاس كده وبستخدمها زي ما انتوا شايفينها. طبعا ما لازم تكون الشوكولاته دافيه، ما تكونش سخنه، عشان لو استخدمتيها على الكريم جانتيه وهي سخنه ممكن تسيح الكريم جانتيه معاكي وتبهدل الدنيا. فبتسيبيها لحد ما تبرد خالص وبتحطيها بقى في كيس حلواني وتزيني بيها زي ما انتوا شايفين ده. طبعا الفيديو ده كنت انا عاملاه الفيديو اللي فات، لو عايزين برضو تشوفوه او عايزين تبداوا مشروع ناجح في البيت. وبرضو عامله فيديو ازاي تسوقي المنتج بتاعك، هيعجبكم جدا وهيفيد ناس كتير. شايفين جناش الشوكولاته بتاعي ما شاء الله بيلمع وحلو خالص. ممكن بقى تعملي منه دريبات على التورته، تزيني بيه اي كب كيك. طريقته حلوه واقتصاديه، وكمان بالميه يعني ما بتضيفوش لبن كمان. في بقى ناس ممكن يقولوا ممكن نحط كريم جانتيه او ما نحطش. ممكن تحطي وممكن ما تحطيش، برضو حاجه اختياري ليكي. يعني لو غليتي ميه يعني ممكن تغلي الميه برضو وتحطي الشوكولاته فيها كده لحد ما تسيح معاكي خالص بدون كريم جانتيه. لو انت برضو مش عايزه تحطي كريم جانتيه او مش متوفر عندك في المكان اللي انت فيه، بس لازم تكون الميه بتاعتك سخنه، تمام. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله، طريقته حلوه قوي قوي. يا رب يكون الفيديو بقى النهارده عجبكم. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو واستفدتوا من الفيديو باي حاجه، يا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا كمان في القناه وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم اشعار. اشكركم على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم.